الدورة التدريبية لاحتراف مكياج العيون الجزء الخامس. أهلا وسهلا بنات، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم عم تحضروا هيدا الفيديو. اليوم الجزء الخامس من الدورة التدريبية. اللوك صعب، يعني إذا ما حضرتوا الأجزاء 1 2 3 و4 بنصحكم تروحوا تحضرون، لأنه كان فيهم معلومات كتير مهمة ما رح نكررها بكل فيديو، لأنه مثل ما ذكرتكم عم نتطور باللوكات من الأسهل إلى الأصعب وبالتدريج. لوك اليوم هو كت كريس كامل مع سحبة ايلاينر للعيون. هيدا اللوك فيه كتير تكنيك، فيه كتير يعني قواعد معينة لازم انكم تنتبهوا عليها وتلتزموا فيها بالتفصيل حتى يطلع معكم هيدا اللوك حلو ومرتب، وهيك بغير لكم شكل العين وبيفتحها وبيسحبها. بس في كمان تبس يعني او خطوات كتير مهمة لازم تكونوا عم تنتبهوا لها خلال الشرح، ومثل ما بذكركم دايما طبقوا اللوكات اللي عم نعملها. اليوم بدي استخدم باليت ايسي نود الجديدة من هدى بيوتي. هيدي الباليت الجديدة مؤخرا نزلتها هدى بيوتي، فقلت بعملكم منها ميك اب لوك لألا تكونوا كمان جايبينها وبدكم تتعلموا لوكات او طريقة استخدام الاي شادو اللي موجود بهيدي الباليت. بلشت باستخدام لون بني غامق، وبدكم فرشات نحيفة مسطحة، او اذا بدكم كمان فيكم تستبدلوها بفرشات الايلاينر. هلا وين بتحطوا هيدا الخط؟ دغري فوق كسرة الجفن اللي موجودة عند كل شخص. كسرة الجفن بتتبعوها وما بتطلعوا عنا كتير، ومنبلش نعمل هيدا الخط مثل ما انتم شايفين بالتدريج، ومن اواخر العين بنحاول لا تكون طالعة يعني كتير مسحوبة صوب الحاجب، ولا تكون كمان نازلة ومسكرت لنا العين. بالوسط تقريبا بدكم تخلوها. بعدها جبت فرشة من الاي شادو. هيدا الفرشات يعني بنسل برش اسمها، بس فيها شعيرات. شو بتعمل لي هيدي الفرشات؟ هيدي بتساعدني على دمج اللون بمكان صغير، يعني بدكم تعتبروا المكان اللي بدي ادمج فيه على قد حجم هيدي الفرشات. فاخترت هيدا اللون هيك البني المحمر، ودغري برشت حطه فوق الخط. هلا انتبهوا شغله بنات، خاصه بالنسبه للمبتدئين، هاي المرحله اللي بتحسوا انه انا شو عم بعمل، ليش هيك الالوان، ليش هيك منو الحلوين، يعني بتحسوا للحظه انه عن جد صار عندكم هيك شعور مثل توتر. بس تحطوا خاصه هاي الالوان البيسك يعني الاساسيه وبدكم تدمجوا فيها، بتحسوا انه انا شو عم بعمل، شو هالشغل. بس يعني مثل ما بنحكي بالانجلش trust the process، كونوا واثقين الخطوات هي الكفيلة انه تعملنا اللوك بجنن. بس لازم كمان تتبعوا الخطوات، تتبعوا الالوان، تتبعوا الطريقة، التكنيك، حتى توصلوا ان شاء الله لنتيجة كتير حلوة بالنهاية. عدنا بنات الخطوات على العين الثانية على السريع. من بعدها كمان رجعت أخذت نفس هيدا اللون اللي كنت عم بدمج فيه بس بفرشات طلعوا غير. يعني شفتوا قداي مهم اختيار الفرشات، لأنه كل فرشات رح تساعدني إنه اللون يتوزع معي بطريقة معينة. هلأ من بعد ما حطيت أول لون وتاني لون حسيت إنه بعد هيك في مثل فراغات، مثل الألوان منا موزعة سوا، فجبت فرشات تانية حتى تساعدني إنه هيدا اللون اللي صار عندي على كسرة الجفن يكون متوزع بشكل أنسب، بشكل مرتب، بشكل يعبي لي الفراغات، ما يروح لي الألوان اللي سبق وحطيتها. كل هيدي الأشياء كتير مهمة، وهيدي كلها بتنعمل باستخدام الفرشات أو حجم الفرشات اللي أنتم مختارينها. بعدها كان في فراغ، شايفين عم حاول يعني كل خطوة اشرح لكم اياها بالتفصيل، لانه مثل ما خبرتكم هيدا اللوك يعتبر عن جد من اللوكات الصعبة، وكتير يمكن ناس كتير يعني بس تشوفوا بتستحلي هيدا اللوك، بس صعب انه تطبقه. فعم اكد لكم على هيك التفاصيل الدقيقة اللي لازم تكونوا عم تنتبهوا لها. اخذت من شان هيدي المساحة اللون الزهري. اللون الزهري هو لا لون غامق ولا لون، لا يعتبر يعني لون فاتح، فحطيته دغري تحت الحاجب عشان ملي هيدي المساحة، وعشان كمان الألوان اللي كنت حطيتها على الجفن الثابت تكون ألوان متناغمة ومتناقلة مع بعضها، بنفس الوقت ما يكون عندي فراغ أو يعني فرق كتير باللون بين الجفن الثابت والبارت اللي هو تحت الحاجب.
بعد ما تأكدت انه اللون هيدي الخطوة بنات ما لازم يعني تقلطوها قبل ما تكونوا متأكدين انه اللون اللي حطيناه هيك صار متناغم متكامل، اللون حلو، اللون مريح للعين، ما في بارت منه مدموج، لأنه من بعد هيدي الخطوة ما رح فيكم تدمجوه مثل ما كنا عم ندمج فيه بالبداية. فلازم تتأكدوا من سلامة الخطوات اللي لحد هلأ. من بعد هلأ كمان تجي مرحلة كتير مهمة واللي هي عمل الكات كريس. هون رح نستخدم كونسيلر، الأفضل إنه يكون كونسيلر تقيل ثابت. أنا استخدمت كونسيلر هدى بيوتي فو فلتر، كتير بجنن هيدا الكونسيلر، وحطيت على الجفن المتحرك. ومثل ما شفتوا بفرشات كتير نحيفة، أنا بحب استخدم هيدي الفرشات. في ناس تستخدم هيك فراشة تخينة، ما بعرف صراحة، بس كل واحد على حسب ما بيرتاح. أنا برتاح بفرشات إنها تكون هيك رقيقة ومحددة عشان تساعدني إنه حواف الكاتكريس يطلع كتير نظيف ومرتب ومثل ما أنا بدي. بعد ما عملنا الكات كريس دغري بدي ثبت الكات كريس، لأنه الكونسيلر مثل ما بتعرفوا انتو هو كريم أو هو سائل، فلازم لكم تثبيت بالباودر. استخدمت بودرة مضغوطة، أي بودرة مضغوطة عندكم ما في أي مشكلة، بس فنشي وطبطبت على كل الكونسيلر مشان أضمن إنه يبطل يطبع، يبطل كريمي ويرجع يخرب علي الآي شادو اللي كنت حطته. فدغري خلصت الكات كريس وعملت الباودر. بعد ما خلصنا الخطوات تبع العيون، هلأ بدي انتقل لمرحلة تحت العين. كمان كونسيلر شوي من هدى بيوتي على تحت العين، دمجت باستخدام البيوتي بلندر الرطبة. من بعدها ما خلصنا كمان لازم لي دغري اني ثبت بالباودر. والتثبيت تحت العين كمان يعني أول مرة بكون ثبته فيها بيكون الباودر خفيف مشان ما يكتل الكونسيلر وما يخطط. من بعدها بدي كتر شوي باودر على تحت العين عشان عندي شغل منيح وعندي سحبة ايلاينر، فبدي اتوقع انه يكون في باودر او اي شادو نازل عندي تحت العين، وما بدي خرب الكونسيلر تحت العين، بدي حافظ على نظافته. فأول شيء كمية خفيفة من الباودر، من بعدها بنحط طبقة تانية عشان نظافة الشغل تحت العين. جبت من بعدها قلم كحلي سوداء، حددت جوا العين وطلعت من جوا العين كمان ايلاينر مسحوب باللون الأسود. هيدا الايلاينر أنا بس كان هدفي منه إنه أعمل شيب، لأنه من بعده بدي استخدم الاي شادو الأسود عشان سحبة العين. فبس حددت سحبة العين مثل ما خبرتكم الشيب أو الشكل. من بعدها رح نثبت شغلنا بالاي شادو الأسود بفرشات للايلاينر مع اي شادو اسود، اي لون اي شادو اسود. وانتبهوا انكم شوي تنفضوا الفرشات، لانه الاي شادو بتعرفوا يعني انتوا اي شادو اسود اكيد شايفين تحت العين، بس بما اني انا حطيت باودر فخلص انا بضمن انه اللوك حيضل نظيف والكونسيلر كمان حيضل نظيف. انتوا انتبهوا كمان لاستخدام الاي شادو الاسود، انفضوا الفرشات قد ما فيكم عشان ما ينزل كتير من الاي شادو ويخرب لكم اللوك. من بعدها اخذت فرشة كمان مسطحة بلون البني الاساس اللي كنا عم نستخدمه، بني محمر عنابي، وحطيته على تقريبا صارت وسط العين. شوفوا هلا هيدا الخطوة قديش ما حتحلي اللوك وقديه حتعطيني هيك لون كتير حلو مع العدسات مع الألوان مع سحبة العين.
شوفوا قديش كسرة هاللون عطت حلاوة لللوك، كتير كتير حبيتها. من بعدها بنات رح استخدم الجليتر بدكن جلو للجليتر. شو جلو؟ يعني هو التلزيق، خاصة الجليتر اللي بيجي على هيدا الشكل اللي هو هيك حر، يعني منه جليتر ناعم، لا جليتر عن جد بده تلزيق. فقديش حلو هيدا اللمعة اللي كانت فوق العين، قديش يعني هيك ضوت اللوك وعطته ملمس آخر. من بعد أكيد رح نحط الماسكارا. وطبعا هيدي الأنواع من اللوكات ما بتكبل، مستحيل. يعني بقلكن أي لوك أوكي بلا رموش ممكن، بس هيدي اللوكات مستحيل إلا ما نكملها باستخدام الرموش، وخاصة على سحبة العين. من بعدها كمان حبيت ادخل هيدا اللون العنابي جوا العين، حسيت كمان هيطلع احلى واحلى، فاستخدمت قلم العنابي هيدا من نيكس كوزمتكس، حطيته جوا العين، وكمان بالفرشات هيك دمجت اللون نفسه على تحت العين مشان يطلعوا هيك قطعة وحدة ومسحوبين، وخاصة ضوي اكتر شي على استخدام هيدا اللون اللي هو هيك بنفسجي عنابي، يعني محير. كتير بحب هيدا اللون، خاصة نحن هلا بفصل الشتاء روعة. هاي الالوان كتير ترند وكتير دارجة وكتير موضة. اخر خطوتين بنات، بس حطيت الجليتر كمان بجوا العين ورسمت كمان مدمع العين، وهيك بنات بنكون خلصنا هيدا اللوك بالدورة التدريبية الجزء الخامس. بليز قبل ما تفلوا ما تنسوا لي اللايك تشجيعا ودعما لهيدي السلسلة، لأنه مثل ما خبرتكم بدي دعم عليها أكتر مشان نكمل بنفس سلسلة تعليم الميك اب، بس على الوجه كمان كتير مهم. العيون حلو كتير، جزء كتير كبير من الميك اب، بس كمان مكياج الوجه كتير له تكنيكس وكتير له خطوات تفرق. فكمان شجعوني ما تفلوا قبل ما تحطوا لايك عشان نكمل بالسلسلة الجديدة. بحبكم كتير. رح احط لكم لينك الانستغرام والسوشيال ميديا كلها تبعي بالديسكريبشن بوكس، ما تنسوا كمان تعملوا لي فولو هنيك. بحبكم قد الدنيا كلها. باي باي.